أشهر كوميديان في التاريخ جيم كاري من أصل كندي ويمتلك الجنسية الأمريكية. عاش في أسرة متوسطة الحال، وفي إحدى الفترات حالة أبوه المادية كانت في أسوأ حال، واضطر إن هو يسيب البيت اللي كانوا ساكنين فيه ويشتري عربية عشان يعيش فيها هو وولاده، ولكن العربية كانت صغيرة على عدد الأسرة، فقرر إن هو يشتري خيمة ويفتحها على العربية. ومع الوقت أبو جيم كاري اشتغل محاسب في إحدى شركات الإطارات السيارات، واحدة واحدة بدأت حالتهم المادية تتحسن، ولكن فضلوا عايشين في نفس العربية. فقرر جيم كاري إنه يشتغل هو وأخوه أفراد أمن في نفس الشركة اللي أبوه شغال فيها، ومع الوقت قدروا إن هم يأجروا بيت ويعيشوا فيه. جيم كاري كان من صغره دمه خفيف لدرجة إن هو كان قادر يضحك كل أفراد الأسرة بدون ما ينطق أي حرف. أهله دعموه في موهبة الكوميديا لحد ما دخل عالم الستاند اب كوميدي، لكنه فشل في البداية واتضرب من الجمهور، ولكن حبه للكوميديا خلاه يصمم إنه يكمل المشوار، وبالفعل ينجح ككوميديان وينتقل لأمريكا ويظهر في أول فيلم ليه بعنوان روبر فيس. وبالصدفة قصة الفيلم تبقى قريبة من نفس قصته، وفيلم ورا فيلم يتعرف ويبقى ممثل ورسام وسيناريست ومنتج. وفي 1987 يتجوز من الممثلة ميليسا وينفصل عنها بعد 8 سنين ويدخل في حالة اكتئاب، ويتجوز بعدها الممثلة لورين مايكل. ومن الواضح عزيزي المشاهد ان رقم 8 كان نحس في حياة جيم كاري، لانه انفصل عن لورين مايكل بعد 8 شهور ويدخل في علاقات نسائية كتير بدون جواز، لحد ما يرتبط بالميك اب ارتست كاترين اللي كانت اصغر منه ب20 سنة. وعامل الاكتئاب كان مرتبط ما بينهم لدرجة ان هما انفصلوا عن بعض مرتين، وزاد الاكتئاب عند كاترين وتنتحر كاترين بعد انفصالهم باسبوع، ويدخل جيم كاري في حالة من الاكتئاب بسبب انتحارها ويتحول من الشخص ده للشخص ده. Is that